سلام صحباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا فيديو ديال اليوم. انا لمياء وهذه قناتي لم بيوتي اي تي جي. فرحانه نتلاقاكم فيديو جديد، والفيديو اليوم غيكون على الراي ديالي الصريح على واحد الغسول من لوريال اللي هو لوريال هايلوران اكسبرت جيل واش. كنت متحمسه نجربو حيت فيه حمض الهايلورونيك، وكانوا كيقولوا عليه مرطب وخفيف على البشره، ولكن الحقيقه خلاتني نبدل الراي بسرعه. أول انطباع عليه من استعملته أول مرة لاحظت أنه فيه رغوة كتيرة بزاف. صحيح بعض الناس كيعجبهم ديك الرغوة، ولكن بالنسبة ليا حسيت أنها كتجفف البشرة، ماشي مريح، وخصوصا البشرة الجافة والحساسة. الريحة ديالو كانت واحد الريحة من أسوأ الحوايج اللي جربت في حياتي، اللي هي ريحة قوية ومجهدة، و كتبقى في الوجه شويه من بعد ما كتغسليها. انا من الناس اللي ما كيبغيوش الروائح القويه في المنتوجات ديال الوجه، خصوصا غسول المفروض يكون خفيف وطبي. واش كيرطب فعلا؟ للاسف لا، رغم انه فيه الهيرونيك اسيد ما حسيت حتى شي ترطيب. بالعكس، ملي كنغسل وجهي كنحس بالبشره مشدوده وجافه، وكنحتاج نرطب وجهي دغيا باش نرجع للراحه ديالها. لمن ممكن يصلح هاد الغسول؟ قدر يصلح الناس اللي عندهم البشرة دهنية، او الناس اللي كيبغيو الرغوة كتيرة والريحة ما كتهمهمش الا كانت الريحة اللي مجهدة. لكن بالنسبة ليا ما نعاودش نشريه، خصوصا انا البشرة ديالي حساسة وما تحملاتوش. بالنسبة للثمن ديالو، الثمن كيبقى مناسب، ولكن الجودة ما وفاتش بالتوقعات ديالها. كاينين بدائل في نفس الثمن بجودة احسن وبدون عطر قوي ولا رغوة مبالغ فيها. بخلاصة ما عجبني الصراحة هاد لوريال جيل واش هايلوران اكسبرت. ريحته قوية، فيه رغوة كتيرة، ما عطاش ترطيب وخلى وجهي مشدود. انا نعطيه 4/10. شنو الرأي ديالكم البنات؟ واش جربتوا هاد الغسول؟ واش حسيتوا بحالي؟ شاركوا تجاربكم معايا في الكومنتير، خلونا نتبادلوا الاراء ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب للقناه، ونشوفكم في فيديو جديد. تهلاو ليا فراسكم.